سؤال النهارده، معلش المواد بتكون قريبة من المخ، هل في خطورة من المعالجات اللي هي بتبقى مقربة من الفروة؟ أنا حابة أجاوب على السؤال ده بالتفصيل علشان برضو البنات تعرف مدى الخطورة. ما هياش في المادة اللي بتلمس الفروة علشان تأذي المخ وتجيب سرطان، ده كلام فاضي. لا قدر الله المواد أو الأمراض الوحشة بتيجي من خلال تحول المادة مع الشم لعوامل الالدهايد، هي دي اللي بتسبب السرطانات لا قدر الله. وانا عايزه اقول ان الاكل والصيدليين والصيادله والدكاتره كل ده بيتعاملوا مع الفورمالدهايد بشكل مباشر، ولكن الخطوره معانا الشم مع الحراره او من خلال عامل الحراره. الخطوره الحقيقيه للمواد وقربها من الفروه الاكزيما ومشاكل حكه في الفروه، ولو الفروه عندها استعداد لان هي احماض، والاحماض لما بتكون عاليه او مش مناسبه هنا بتعمل مشاكل في السكالب نفسها في الفروه، ملهاش علاقه خالص بمواد السرطانات ولا المواد الخطر. ولذلك في المواد اللي احنا اطلقناها مؤخرا فيها عوامل منشطات لا تلمس الفروه، ومفيش فيها كمان مشكله لانها بتنشط البصيلات. فحبيت بس اوضح ان خطوره المواد دي من خلال الشم، وخطورتها على الفروه في القابليه للاكزيما والامراض الاخرى الخاصه بالفروه، ملهاش علاقه نهائي بالمخ وانها قريبه من المخ. ربنا حفظ المخ بالجمجمه نفسها، مفيش حاجه اسمها تاذي تلافيف المخ، لا استشوار الهواء السخن ولا مواد تتحط على الفروه اطلاقا. ما فيش حاجه خطر على المخ، كل الخطوره بتبقى على الفروه نفسها مش المخ نفسه. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص هكون معاكي فورا.